السلام عليكم. لو عايزين تشوفوا القسم الأول من القصة دي فهتلاقي الرابط في أول كومنت، وإذا شايفين إن القناة تستحق تكبر فاشتركوا في القناة واعملوا لايك وكومنت برأيكم، وقبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي وتدعوا لإخواتنا. ويلا بينا نبدأ قصتنا. وبيقول في باله من المتعب جدا ان استخدم الوعي الروحي بتاعي علشان ادور على الناس، وهو بيقول في باله طب انا مش هقدر اعمل حاجة خلال الموضوع ده، ولكن لو المعلم كان عايز يحرفها اكيد كان هيعمل كده. وبطلنا بيقول له ده نص روح يشم، وروح يشم ايه كامل. وساعتها بيقول ايه ده كبير جدا، طرق السيد ساحقه جدا فعلا. وبيقول كده في باله، وبطلنا بيقول الشيء ده كبير مش كده، وبيقول في باله ده نص يشم كامل. يا ترى ممكن يكون مؤدي ان الواحد ممكن يبص جواه؟ وبنشوف بطلنا بيحاول يستخدم النظام علشان يتعرف عليه، وهو بيقول في باله علشان اكون من الامان من الافضل ليا ان ادور ورا الشيء ده. وساعتها النظام بيقول له بينصح استخدامه مع الدواء الشافي والادويه السائله الخاصه بالتغذيه والعلاج. وبطلنا بيقول معنى الجمله دي مش بسيط خالص، يعني كده النظام ان هو ممكن تستخدمه ولكن هو ممكن يغطي جسمه كله، وممكن ساعتها يعمل اصابات طفيفه، ولكن من المستحيل اللي هو يموت. غير كده كان ممكن تكون كلمات النظام باللون الاحمر الكامل، وده لو كان خطير جدا. وبطلنا بيقول يا هاي تنج انا هسالك كمعلم ليك، انت بتحسن ثقلك على المدى الطويل؟ وهو بيقول في باله ده هيكون مفيد جدا لو اتحقق الطفل ده تقدم كبير، يكون الامتصاص مفيد جدا ليه. وهاي تنج بيبقى متردد. بطلنا بيقول يبقى دي مش ايه مشكله، دي مش مشكله كبيره خالص. وبطلنا بيقول له انا هتحقق من ده بنفسي، انا مش عايزك تتحرك. فعلا هو بيعمل طاقته عليه، وبيقول يا نتن على الرغم مش انك عبقري ولكن والمفروض ما يكونش عندك اي ذره من الموهبه. وهاي تنج بيقعد يتامل وبيقول في باله انا مش عارف ازاي انا بقدر امتص الشظايا دي، بس بغض النظر عن كيفيه امتصاصها كهاله فمفيش ولا ذره بتكون موجوده في جسمي. انا اعتقد ان في شخص بيلعب في جسمي، وهو اول لما بيخلص دوره انا برجع، وساعتها هاي تنج بينجح تاني. وهو بيقول يا ترى انا من الممكن ان انا لو وقعت في عنق الزجاجه يكون ده بسبب التهرب اللي حصل مني قبل كده. وبطلنا بيقول الولد ده بصحه كويسه وشكله امتص هاله السماء والارض بنجاح، يا ترى ممكن يكون في المستقبل انا هقدر اعتمد عليه علشان اتهم روح اليشم ويحسن الثقل بتاعه. بس على الرغم من اني مش هقدر اعتمد الا على روح اليشم للاختراق، ولكن هو لو كان قطعه كمامه فالمحتمل اللي تنتهي حياته. وهاي تنج بيقول في باله هو لسه السيد ما قالش ولا كلمه، يا ترى هو غير راضي عن ممارسته الاخيره؟ ولكن بطلنا بنشوفه بيبتسم وبيقول في باله لحسن الحظ السيد بتاعك واقف قدامك دلوقتي وهو المختار. وهاي تنج بيقول هو ليه بيبتسم السيد فجاه كده؟ بطلنا بيقول له غمض عينيك وتامل، الموضوع مش هيكون سهل زي اول مره ولكن انت لازم تكون مستعد عقليا بشكل كامل. وهاي تنج بيقول في باله انا واثق في المعلم بتاعي، وفعلا بيبدا يمتص. وبيقول ان شكل امتصاص طاقه الجناح الاسود مشابه لطريقه امتصاص طاقه الشياطين شيوي، ولكن في الواقع الموضوع مختلف تماما. فصقل الشياطين بيلتهم باستمرار الاخرين والاشياء بتاعتهم، والجناح الاسود هي تقنيه امتصاص للاشياء الشريره دي، ودي من شانها اللي هي تضلل الاخرين. وبعد كده بنشوف هاي تنج وهو بيمتلع طاقه كبيره جدا، وبنشوف ان في طاقه ظلاميه بتخرج منه. طنة بيقول دي هي طاقه الموت، الظلال والهاله اللي وراه دي كل شويه عماله تتغير. يا ترى هو ايه الظل ده؟ هو ليه غريب كده؟ وبعد كده بنشوف ان ظل هاي تنج بيكون واقف مش قاعد، وهاي تنج اصلا بيكون قاعد. طنة بيقول ايه ده؟ هو الظل بيحييني؟ وبنشوف ان الظل ده بينحلي ليه، ولو كان بطلنا شخص عادي اكيد كان هيموت من الرعب، ولكن بطلنا بيضحك، وده هو لوتشوجي وهو حس اللي هو يستحق الخضوع والتحيه دي. وبطلنا بيقول ممكن لهاي تنج اللي هو يكون اقوى، ولكن ده كله بيعزز اليشم الروحي، هو اكيد لازم يحترف لطف المبجل ده. وبعد كده بنشوف هاي تنج خد وضعيه التامل هو والظل بتاعه. وبطلنا بيقول ظلال النار دي هي دي الارواح الشريره اللي بتحون حوالين العالم ده، ولو محدش يتخلص منهم فهم هيعملوا مشاكل كتير جدا في المستقبل. وبعد كل حاجه طرد وجود الارواح الشريره دي انها تكون في الجحيم، ولكن حاليا هاي تنج يعتبر الجحيم اللي بيحصد الخطايا بتاعتهم، وفي الحقيقه بيعتبر الاخرون هم الجحيم بحد ذاته. وبعد كده بنشوف هاي تنج بيخترق للعالم
العالم الثالث. وبطانة بيقول ايه بالسرعة دي، وبعد كده بيخترق للطبقة الأولى من العالم الثالث والطبقة الثانية وكمان الثالثة. وبطانة بيقول ايه ده أحسن بكتير من نقاط خبرتي اللي أنا كسبتها بعرق جبيني. الولد ده ما عملش أي حاجة ولا حتى اليشم الروحي، ده هي جات له مجانية. هو ده معناه إن يكون عندك سيد والنظام بيقول له أنت حصلت على 150,000 نقطة بفضل تلميذك. وبطانة بيقول أيوة هو ده تلميذ النجيب، ارتقي بسرعة وواصل السمو. أنت لو بذلت جهدك للاختراق ده هيكون جامد جدا. وبعد كده بنشوف هايتنج بيكون بيواجه صعوبة في امتصاص الروح دي، ولكن هو برضه بيفضل يرتقي وبيوصل للمرتبة السادسة من المستوى الثالث. وبطنة بيستخدم قوة الماء بتاعته علشان يسحب منه كل الضرر، وهو بيقول في باله شكل ان معلم للولد ده دي حاجة مش سهلة خالص. وبعد كده بيفتكر سيد البرج وهو ما يعرفش اللي هو سيد البرج لسه، وبيقول هو ده بقى ملك الشياطين، انا لو قدرت الاقي ملك الشيطاني ده انا اكيد مش هسيبه، ده بينقي الشر على حسب جسمه، هو اكيد لازم يدفع ثمن خطاياه في العالم ده. انا مش عارف اذا كنت انا هقدر اشوف الراجل العجوز ده ولا لا، ولكن لو انا شفته فانا اكيد هحطم بقه ده. وبعد كده بنروح لسيد البرج وهو بيكون في مكان شرير جدا، وبيقول هو المفروض يكون هنا، ايوه ده المكان اللي انا بدور عليه. وبعد كده بنشوف واحد بيقول يا تيان جي انا جبت لك اللي انت عايزه، وهو بيقول ايه اللي انا عايزه بجد. وبعد كده بيدي له خاتم تخزين وهو بيقول له اكيد انا مش هنسى الحاجات اللي انت عايزها. وبعد كده بيدي له روح يشم وبيقول اكتمل الشيء ده، علشان كده انا هدي لك روح الرشم الروحي دي يا ملك البرج السماوي. الشخص اللي بيزعم ان هو تيان جي سندرين ده اللي بيتجسس على اسرار السماء، اتبين اللي هو النهارده عمل عقد مع الصقل الشيطاني وده بتاع جمعيه القمر البنفسجي، وكل ده طبعا علشان يحصل على اليشم الروحي. وبنشوف ان اليشم الروحي اللي هو ماسكه ده يشم روحي كامل ولكن ناقصه حته صغيره. وتيان جي بيقول العجوز ده اكيد هستخدم اليشم الروحي زي ما انا عايز، وهو بيقول له واحنا مش اتفقنا ان انت تديني اليشم الروحي ده وكمان المفروض اللي هو يكون مكتمل؟ والصقل الشيطاني بيقول انت عجوز، انت شكلك كده مش عارف حاجه عن اليشم الروحي مش كده؟ انا اديتك النوع ده من اليشم الروحي هو فعلا سليم وده يعتبر مفيد جدا. وهو بيقول له ايه مفيد؟ انت تقصد ايه؟ وهو بيقول له يا راجل يا عجوز اليشم الروحي عباره عن قوه ملك الجحيم المختومه على هيئه شظايا، وهو بيكون ماسك شظيه اللي هي الشظيه الاخيره من القطعه الكامله اللي مع الراجل العجوز، وبيقول له دي لازم تكون مثاليه، ولكن كان اليشم الروحي سليم فانت مستحيل تقدر تستوعب قوته. انت اول حاجه لازم تحطمه الاول، هو لو فضل سليم فهيكون مجرد ختم ملوش اي فايده. وبعد كده الراجل العجوز بيقول له خلاص كنت اديتني اليشم الروحي كامل وانا كنت هلاقي طريقه علشان احطمه بنفسي. مفاجاه حاجه غريبه بتحصل، والصقل الشيطاني بيقول له ختم اليشم الروحي بيتطلب قوه المستوى التاسع علشان يتحطم، يا ترى انت ازاي هتقدر تستخدمه وانت في المستوى التاسع؟ وهو بيقول له تصدع اليشم الروحي من زمن بعيد جدا وساعتها ما كانش في اي حد قوي كفايه علشان يكون في المستوى التاسع، فيا ترى مين اللي عمل الصدع على اليشم الروحي ده؟ والشيطان بيقول له هو انت عايز تعرف فعلا؟ وهو بيقول له ايوه، وانت هتقول لي؟ وهو بيقول انا عارف الاجابه ولكن انا مش عايز اقول لك، انا مش بحبك يا جدع انت. وساعتها هو بيتضايق جدا منه وبيقول في باله خلينا نشوف ازاي هينتهي الموضوع ده بالنسبه ليك يا واخد انت. وساعتها هو بيستخدم العيون بتاعته عليه، والصقل الشيطاني بيقول ايه ده؟ هو ايه اللي بيكبحني ده؟ والراجل العجوز بيقول في باله يلا اختفي، وبيضحك وبيقول له دي هي نهايتك. ولكن الصقل الشيطاني بيقول له هو انت عايز تخوفني؟ ولكن يان جي العجوز بيقول له انت اسمك هو تشينج هوي مش كده؟ والصقل الشيطاني بيقول له انت شكلك كده بتحضر لحاجه، انت عرفت اسمي عن طريق برج السما مش كده؟ وتيان جي بيقول هيحصل ايه يعني لو الموضوع كان كده؟ وهو بيقول في باله كده كده هيموت اصلا بالسيف الاسود، علشان كده مفيش داعي للكلام مع الشخص الميت. وهو هنا بيكون شاف المستقبل بتاعه والسيف اللي هيموت بيه هو سيف بطلنا لوتشوجي. بس بيقول استنى، السيف الاسود ده بتاع لوتشوجي، يبقى كده الراجل ده هو اللي هيقتله. وبعد كده بيقول للراجل ده الراجل العجوز سمع ان مجتمع ذيول خاص بيك تم الاستيلاء عليه من قبل مزارع سيف شاب وكان في المستوى الثاني بس. والصقل الشيطاني بيقول له انت يا راجل عجوز ما تسالش عن الموضوع ده. وهو بيقول في باله بيان يولي ماتت ويويوي كان هناك، ولكن رغم ده قوتها ما كانتش اقوى من قوتي، والسبب في انها ماتت اكيد كان حاجه خاصه، هي اندمجت مع البومه الحمراء
كواحد. وبعد كده خرج اللي تشي ودم البومه الحمراء من جسمها، ده فعلا مثير الشفقه. تم قطع راس يويوي، فمن المحتمل اللي هي تتعافى بفضل البومه الحمراء. ازاي بس الصغير الضعيف اللي اسمه لوتشوجي ده قدر يقتلها؟ انا لحد دلوقتي وجوه منظمه القمر الارجواني الموضوع ده لسه لغز محدش قدر يحله. والراجل العجوز بيقول له تم تدمير معقل كينج لونج تشان، وانتم ما خططتوش تعملوا اي حاجه بشان الموضوع ده. وهو هنا بيكون بيسخلهم على بطننا طبعا. والثاقل الشيطاني بيفعل قوه في ايديه وبيقول له ما تطرحش اسئله كتير كده، يلا امشي يا عم من هنا. وساعتها هو بيقف على دايره نقل وهو بيقول يا ترى الاخ مش عايز يقول لي ده؟ وهو بيقول في باله دلوقتي جه الوقت علشان الراجل العجوز ده يلعب لنفسه. وبعد كده هو بينتقل من المكان وبيروح لارض كينج تشو، قريه لين هاي الصغيره. وبنعرف ان في الاونه الاخيره بدات حوالي 6 سيدات في القريه الصغيره دي منافسه شرسه جدا، وده بسبب ظهور عالم كينج تشو واللي هو لسه في متوسط العمر، وقصدهم هنا طبعا على سيد السيف. وبعد كده بنشوف تلميذ لوتشوجي اللي هو بيكون في نفس القريه، وهو بيشوف ان في ستات كتير بقى يقربوا من البيت. وهو بيقول في باله هو ايه اللي بيحصل؟ هو ليه في ستات كتير كده وكلهم عايزين يخشوا للبيت؟ في حاجات غريبه بتحصل في الوقت المتاخر ده. وهو بيكون راح يملى ميه، بيشوف السيد العجوز بتاعه بيقول يا لينجل ياو، من اول دلوقتي انت لازم تتوقف انك تقول لي يا جدي، انت هتقول لي يا معلمي. وهو بيقول في باله انا ناديته في الاصل بجدي، ولكن بعد كده انا ناديته بالمعلم، وانا ما اعرفش السبب اللي خلاني ناديه بجدي مره تانية. وبنشوف الراجل العجوز بيكون قاعد بيفكر وبيقول ايه بالجي شينج دونج لي كتلميذه ليه، وانا كمان قابلت لو دونج لي كتلميذ، بس هي كده تلميذ جي شينج الاول. ده فعلا مش هينجح، انا هقابله واعترف بيك يا حفيد وخلاص، وبعد كده هعلمه كجد ليه. وسيد السيف بيقول له يا كبير لو، انا كنت هنا لمده نص شهر، دلوقتي جه وقت المغادره. وهو بيقول له ماشي. وسيد السيف بيقول انا كمان عايز القي نظره عن عيون الفوضى، اتساءل فعلا اذا كان ده ممكن. ويانج شو بيقول يا ترى سيد السيف هيمشي، بس هو ايه عين الفوضى دي؟ يا ترى هي دي اللي في البئر؟ ولكن السيد لو بيقول له هو انت بتفكر في ده بجد؟ وهو بيقول له ايوه بفكر. والسيد لو بيقول له خلاص تعالى واقف عندك هنا. وساعتها هو بيستغرب جدا الولد. والسيد لو بيقول انا بعد ما قابلتك فالراجل العجوز ده بيقول لك ان جه الوقت علشان نعرف قرارك، وساعتها يلا بينا نمشي. وساعتها الساد بيقولوا هو راحوا فين؟ هو ليه اختفوا فجأة كده؟ وبعد كده بنروح للبحر النهائي، ودي حافة شانج تشو. وبعد كده بيتنقلوا هما التلاتة والولد بيروح معاهم وبيقول له استنى يا جدي، هي دي عين الفوضى؟ هي موجودة هناك، دي ما طلعتش بئر، دي طلعت تحت البحر نفسه. هو بيقول له يا ولد اعمق جزء من عين الفوضى، ودي موجودة في البحر اللامتناهي وانت مش هتقدر تشوفها بسبب مستوى زراعتك ده. وهو بيقول له يا جدي هي ايه عين الفوضى دي اصلا؟ هو بيقول له عين الفوضى دي المكان اللي بتظهر منه الوحوش الغريبة. وهو بيقول له ايه وحوش غريبة؟ وهو بيقول له ايوه، دي ظهرت اول وحش غريب جت من هنا، وده شكلها كده هي البوابة. والولد بيقول خلاص خلينا نروح وندمرها بسرعة. وهو بيقول في المستقبل واول لما تكبر هيكون كويس جدا لو انت قدرت تدمرها، عين الفوضى قوية جدا. والولد بيكون مستغرب جدا بيقول له ايه هي اقوى من سيد السيف؟ وسيد السيف بيقول السبب وراء ان السنيور ليو موجود في قرية السد الصغيرة ان هو هيقدر يتعامل مع عين الفوضى دي ويقدر يقاومها، ولكن السنيور لو هو بمثابة خط الدفاع الاول ضد عين الفوضى في كينج تشو. والولد بيقول ايه الجد ده اتضح اللي هو شخص رائع جدا، ده شخص واحد وسيف واحد وسور دفاع عالي. وهو بيقول له لو انا مت فهتكون دي مسؤوليتك بعد كده. وهو بيقول له ايه انا؟ وهو بيقول في باله يا ترى اكون قادر ان استحمل المسؤوليه دي تقيله جدا. ولكن الراجل بيحط ايده على كتفه وبيقول له ما تقلقش، الراجل العجوز ده لسه ما ماتش، ولو انت كنت عايز تشيل العبء ده فلسه دورك ما جاش. كده عيون الفوضى دي ما اتغيرتش، هي لسه زي موجوده في السنوات القليله اللي فاتوا. وسيد السيف بيبص للتلميذ ده وبيقول في باله الكبير له بيقدره كتير جدا. وسيد السيف بيقول يا كبير هو انت اخترت الطفل ده فعلا؟ وهو بيقول له ايوه، الطفل الصغير ده خجول ولكن هو شجاع جدا. وهو بيقول في باله لو ما اخطاش الكبير له في الحكم عليه فالولد ده ممكن في كايري ممكن يلمع بسيف اكتر رجل رجولي في العالم كله. والسيد له بيقول دلوقتي بقت عين الفوضى آمنة جدا، وبكده هياخد الشاب ده اجازته الاول. وبيقول له تمام. وساعتها سيد السيف بيختفي والتلميذ بيقول يا جدي وانا ممكن ابص على العين الفوضى دي؟ وهو بيقول له ولا ده سخيف،
تضيف مستوى ثقلك الحالي انت هتفقد حياتك في لحظه واحده. وبيقول ايه هي خطيره للدرجه دي؟ وهو بيقول له يا يانج تشو امتى والراجل العجوز ده ختم قاعده زراعتك؟ وهو بيقول يا جدي احنا لو حسبنا الايام اللي فاتت فالمفروض يكون عدى سنه ونص تقريبا. وهو بيقول ايه سنه ونص؟ كده الاساس بتاعك بقى متين لدرجه كفايه علشان اعلمك. وساعتها الولد بيفرح جدا وبيقول يا جدي وده معناه انك كده عايز تكسر الختم علشاني. والعجوز له بيقول لتلميذته بيتطلب نسلنا اننا نواصل تمريره من جيل بعد جيل. وبعد كده بيعمل قوه غريبه في صباعه وبيقول اول لما تستوعب الجزء ده من اللي تشيل حقيقي مني انت هتقدر ساعتها انك تثقل فنون السيف الحقيقيه والمخفيه وتقنيات الحمايه كمان. وساعتها الضوء اللي كان في صباع له بيخش دماغ التلميذه بتاعته وساعتها بيكسر القفل بتاع الاختراق بتاعها. وهي بتقول ايه ده اتلغى الختم بتاعي. وساعتها الطاقة بتكون حواليها في كل مكان وفجأة هي بتخترق للمرتبة الثالثة على طول وبيكون عندها لونين عينين مختلفين. وبنعرف ان بعد مراكمة سنة ونص من الاختراق من الرتبة الاولى هو اخترق من الرتبة الاولى للثالثة في مرة واحدة بس. وبعد كده بنشوف بطلنا وهو قاعد تاني مع التلميذ بتاعه وبيقول ايه هو لسه ما خلصت لحد دلوقتي وهو بيبقى وصل للرتبة الثالثة الطبقة السابعة وبعد كده الطبقة الثامنة والطبقة التاسعة كمان. وبطلنا بيقول هو لو وصل انه يستمر كده فهيخترق للرتبة الرابعة في الاخر. نص كرة اليشم الروحي دي قوية جدا بكل تأكيد. وفجأة هو بيتلقى اشعار من النظام والنظام بيقول له مبروك اكتسبت طائفة مو صاقل اخر بالرتبة الثالثة. وبطلنا بيستغرب جدا وبيقول ايه صاقل تاني مين ده؟ يا ترى هو ليو بانج ولا ممكن يكون مو دونج فانج؟ وبعد كده هو بيستخدم الوعي الروحي بتاعه وبيقول يلا خلينا نشوف. الشقي ده عامل كتير جدا من تماثيل القرد الملك ودي اللي انا كنت بعملها بالعجينة ولكن الهالة الصغيرة بتنبعث منه دي اكيد مش اختراق. ده ممكن كده ممكن يكون ليو بانج. هو قصده هنا يا شباب على دونج فينج في الاول. وبعد كده بيروح يبص عليها وهي بتاخد دش وهي بتقول في بالها النهارده انا لازم اشتغل بجد انا كان لازم اصابر وده لحد لما يبقى كل حاجه بشكل طبيعي. واصلي يا ليو بانج ده كله علشان السيد الشاب. وهو بيقول يا لهوي ده مش بتسكيل خالص ده ممكن يكون شياو تشيو وقصده هنا على البت الصغيره دول. بس ازاي ده مستحيل اصلا ده بس ممكن مستوى حظها البالغ التسعة ده ممكن يعمل اي حاجة. دي فعلا هتكون غير متوقعة خالص خلينا نشوف. وبعد كده بيروح عليها بيلاقيها عيني نايمة وعمالة تاكل في الهدوم وهي هنا بتحلم اللي هي بتاكل. وساعتها بطلنا بيكون مستغرب جدا وبيقول هو ايه اللي بيحصل ده مفيش ولا واحد فيهم. بما ان مش من ضمن التلاميذ اللي على الجبل فهو اكيد في التلميذ اللي موجودين بره. وبيقول عاش جدا يا شباب انتوا فعلا شرفتوا طائفة مو. وبنعرف ان في 4 تلاميذ موجودين بره الطائفة. وبيقول رغم ان معظمهم انا اخترتهم بنفسي ولكن ان هم يخترقوا فجأة كده للرتبة الثالثة اعتقد ان فعلا جات لهم فرصة عظيمة. معظم تلميذ المباشرين جايين من حي جياولي. شكل كده حي جياولي ده مليان بلواهب فعلا. يا ترى ده ليه علاقه بحظ الخاص كمختل السماوات؟ وساعتها بطلنا بيكون مبسوط جدا وبيجي يوم جديد وبنشوف تلميذ بطلنا وهو مخترق للرتبه الرابعه الطبقه السماويه الاولى. وبطلنا بيقول ايه انت ارتقيته بقت اعلى من المعلم بتاعك بكتير. ولكن بطلنا بيقول في باله مفيش حاجه مميزه في ده بما ان انا كمان خلصت دلوقتي من هزيمه شخصيتين رئيسيتين في المستوى ال40. والنظام بيقول له مبروك اتلقى مكافاه مهمه بتاعه المعلم والتلميذ. لكن فجاه بطلنا بيكون مستغرب جدا بيقول ايه كل ده؟ دي مئات الالاف من نقاط الخبره. انا بسحب كلامي من الرائع فعلا ان اشوف تلميذه وهو بيرتقي في المستوى. والتلميذ بيقول ايه انا في الرتبه الرابعه دلوقتي اكيد ده كله بفضلك انت يا معلمي انت اللي فضلت تعتني بيا طول الليل. وهو بيبص على بطلنا وبيقول في باله انا فعلا مدين ليه بكل حاجه. وبعد كده بيقدم له الاحترام وبطلنا بيقول له قوم اتعلم اللي انا مش بحب النوع ده من الحاجات ما تتحركش خلينا افحص حالتك الاول. وبعد كده بطلنا بيفحصه بالوعي الروحي بتاعه ولكن بيلاقي اللي هاي تينج مشي اصلا وهو هنا مش بيحس بأي هلا منه وكأنه كده مش موجود خالص. وهو بيقعد يقول هو فين
هو راح فين؟ وبيقعد يدور عليه في المكان كله وبيقول ايه الغرابة دي، ده كان هنا بكل وضوح. بس استنى، موهبة الشقي ده بتبان كأنه كده حتى لو كان واقف قدامك فانت مش هتقدر تحس بوجوده خالص، حضوره قليل جدا فعلا. يا ترى ده ممكن يكون حقيقي؟ وبعد كده بيرجع تاني من الوعي الروحي وبيلاقيه قدامه وبيقول زي ما كنت متوقع تماما، وبعد كده بيستخدمها مرة تانية وفعلا مش بيلاقيه قدامه خالص. وبعد كده بيرجع تاني وطبعا التلميذ واقف مستغرب وبيقول هو في ايه؟ هو ايه اللي بيحصل ده؟ وبطلنا بيقول هو ايه اللي بيحصل؟ يا ترى ده حقيقي؟ وبعد كده بطلنا بيتبسط فيه جدا وبيقول ايه ده؟ الشقي ده مختل، ده يقدر يقتل اي حد من غير ما يعمل اي ضجة او حتى يسيب اي اثر او اي ظل. غير كده عنده ظل ممكن يكون اقوى منه حتى، وده ممكن يظهر في الأوقات اليائسة. ده ممكن كده اللي هو يكون فيه ثاقلين في الرتبة الرابعة. ده قدرت بس نص كرة اليشم الروحي إن هي تسبب رد فعل زي ده. يا ترى في قد ايه من الكرات دي في العالم؟ وفقا ليويوي فاليشم الروحي هو اللي سابه ملك الجحيم بعد ما اتقتل على ايد الامبراطور تشينج. علشان كده الشظايا بتاعته قوية جدا، وانا لو فضلت شغال كويس وجمعت قطع اليشم الروحي كلها انا همتلك تلميذ بالرتبة التاسعة او الثامنة على الاقل. وبطلنا بيكون مبسوط جدا بده وبيقول انا بنغمس في ده بسهولة فعلا. وهو بيقول للتلميذ بتاعه مش وحش خالص زي ما هو متوقع مني، دلوقتي خلي المعلم بتاعك يمرر لك مجموعة من التقنيات السرية دي اتنشأت على الارجح من الجيل الاول لملك السيف. وساعتها التلميذ بيقول في باله ايه؟ الجيل الاول لملك السيف دي هتكون رائعة جدا. وبعد كده بطلنا بيستخدم الطاقة بتاعته وبيقول له بص بعناية، بص تدفق الهالة الروحية بتاعتي عامل ازاي. دي شكلها مجموعة التقنيات دي ممكن يكون بسيط وعادي، ولكن دي هتعزز كل هجماتك بعدة مرات. بطلنا بيقول ده صحيح، انا بمرر لهاي تنج مهارة الهجوم العادي. وبطلنا بيقعد يعمل التقنية قدامه علشان يوريها له وبيقول في باله ده هينتج عن كل هجوم انفجار كبير جدا، وده هينفع جدا للمختلين اللي بيكونوا في الظلام. وبطلنا بيقول له دي هي كلها، يا ترى انت حفظتها؟ مهاي تنج بيفضل واقف مكانه وبيقعد ينزله في دماغه بيقول له ايوه. وبطلنا بيقول خلاص حاول تعملها قدامي. وبيقول في باله ايه؟ ده احفظها بسرعه جدا، ده انا اعتمدت على النظام علشان اتعلم المهاره دي، علشان كده عملت شويه حركات بشكل عشوائي دلوقتي. لو هو اتعلم ده فعلا فانا مش هينفع اقول غير اللي هو عبقري فعلا. وفعلا بنشوف هاي تنج وهو بيركز وبطلنا بيكون باصص عليه، وهاي تنج بيبدأ يعمل الحركات دي وفعلا بيقلد بطلنا بالظبط. وبطلنا بعد ما بيشوفه بيكون طبعا مندهش جدا، بيقول مهارات الولد الشقي ده انه يستوعب فعلا رائعة جدا، ده انا بس وريتها له المرة واحدة ولكن تحفظها كلها. وهو بيقول له انت مش وحش خالص، ده انت طبقت بكل التقنيات على نحو صحيح. وهو في باله مع ذلك ده فعلا غير عادي، هاي تنج ما كانش النوع ده من العبقرية خالص، هو ازاي اتعلم بسرعة كده؟ اكيد في حاجة غلط، دايما كان الموضوع مش عادي معاه. هو بيقول له هو انت حاسس بعدم الراحة في جسمك؟ وساعتها هاي تنج بيستغرب من السؤال وبطلنا بيقول له هو انت بتواجه مشكلة في الثقل او اي حاجة ممكن تكون بتأثر على عقلك؟ وهاي تنج بيقول له لا وبيكون مستغرب من سؤاله. وبطلنا بيقول ايه؟ ولا حاجة خالص. يا ترى ممكن تلميذي عديم الحضور ده يكون واحد من الشخصيات الرئيسية في العالم هو كمان؟ لا ده محال خالص، لو الموضوع كان كده فكده ممكن يختل توازن العالم تاني. وبطلنا بيكون مش مستوعب اللي بيحصل وبيقول شكل كده السبب وراء تعلمه بسرعة هو أنا. وطبعا بيقعد يتفخر بنفسه وبيقول أنا المعلم اللي اختارته السماوات. وبطلنا بيقول له خلينا يا عم نخرج شوية ونحظى بشوية ضوء الشمس. وبيقول له هاي تنج يوم طلب القتال بالسيف اللي جاي هينعقد مرة كل 3 سنين وانا مش هشارك فيه. وساعتها هو بيكون مستغرب جدا، هو بيقول لي انت تلميذ الوحيد والاخ السنيور الاول في طائفة مو، علشان كده انت المفروض تكون بطل الجيل ده وانت تقدر تفضل قوي لوحدك. وبطلنا هنا بيبين له اللي هو واثق فيه وعايز يسلمه الراية. وساعتها هاي تنج بيقدم له الاحترام وهو بيقول في باله المفروض ما تكونش طائفة مو قوية بسبب قوتي بس، ولكن
لازم الكل ان هم يكونوا تلاميذ استثنائيين، وساعتها هتزداد نقاط سمعة طائفة مو على نحو جنوني جدا، وهتكون كل مهمات الطائفة هتخلص في ثانية. ولكن اللي انا محتاجه دلوقتي هو خلق فرصة علشان اخلي العالم يعرف عظمة التلاميذ بتوعي، ولكن هو شكله كده مش ملم بكافة الامور. علشان كده انا لازم الاقي شخص مناسب علشان يساعده في انه يحقق الشهرة، وانا عندي افضل اداة موجودة دلوقتي في بيتي. وهو هنا بيفكر على بطلة العالم التانية شيان شيان اللي هي زي يويوي بالظبط. وهنا بيكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة. يا رب يكون عجبكم. اكتبوا لنا رأيكم وتوقعاتكم في الكومنتات، ولو لسه ما اشتركتش في القناة هنا في قناة منهوات فياريت تشترك، والقناة بتاعت منهوات هتلاقيها في أول كومنت. يلا مستني ايه يا صاحبي؟ ويا ريت تنضموا لجروب التليجرام، هناك هننزل لينكات القصص كلها بالترتيب، وكمان لو في منهوة عايزين نعملها فابعتلي على الانستا، وده برضه هتلاقيه في اول كومنت. وفي الاخر عايز اشكركم على دعمكم الجبار ليا، ودمتم سالمين. يلا سلام.